أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في تكملة لموضوعنا كيف نحقق السلامة النفسية. واليوم إن شاء الله حتحدث في موضوع بعد ما يمكن نحن طفنا ومرينا على كثير من جوانب الصلابة النفسية. اليوم حنتحدث كيف تستمر هذه الصلابة النفسية. نحن يعني حتى أنا يعني أحيانا قد أكون في مواقف ما يعني أجد نفسي أنا صلبة وقوية ومتحكمة في المواقف، لكن وده اللي كان بعد الأخوة والأخوات في أثناء نقاشنا لموضوع الصلابة النفسية، يقول أنا في مواقف أجد نفسي صلبة وقوية ومتماسكة، لكن في مواقف أخرى أجد نفسي يعني أفقد السيطرة. طيب كيف تستمر هذه الصلابة النفسية؟ وحتى نعرف إن إحنا كيف تستمر الآن نبدأ إن شاء الله. في أولا الصلابة النفسية مصدرها الأساسي حتى تستمر هو المحفز الداخلي، القوة الداخلية. يعني ما في حد يعني حيديني ما هي كبسولة ولا هي يعني علاج طبي أنا أخذ وأقول خلاص اليوم أنا يعني حأخذ هذا الدواء وحكون أنا قوية. لا، هو يعني ينبع من إرادة داخلية، ينبع من قرار الفرد نفسه. هذا المحفز الداخلي، القوة الداخلية، يعني هو اللي يكون أولا هو المصدر الأساسي. لأنه مهما الآخرين نسمع محاضرات ونستمع لكثير من الجلسات الإرشادية، لكن إذا لم يكن هذا قراري أنا الفرد، قراري أنا الشخصي، ما حيكون له أي دور ولا يكون له وما حيستمر، لأنه هو الناتج نتيجة لعامل خارجي. العنصر الثاني واللي هي كثير من الدراسات أثبت ذلك اللي هو القدرة الكافية من النوم ومن الراحة. وهذا يمكن أن إحنا الآن يعني للأسف الشديد يعني في كثير من الدول والبلدان تجد إنه الليل نهار والنهار ليل، يعني هو عكس يعني وجعلنا الليل النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا. يعني في كثير من يعني الشعوب هي يعني مغيرة هذه الكيفية اللي هي شيء طبيعي إن الإنسان يأخذ قدر كافي من النوم من الراحة. لما يكون الإنسان هو ماخذ يعني الراحة الكافية من النوم يستطيع أنه يكون أولا يعني يكون هادئ، يكون يعني سبحان يكون متزن حتى في أشياء وحتى في راحته النفسية، لأنه الراحة النفسية الراحة الجسدية تنعكس على الراحة النفسية وتؤثر على الاستقرار النفسي. هي القدر الكافي والراحة والاهتمام بأن الواحد يهتم بصحته، وإذا كان من حيث من الأكل والنوم والرياضة وكل الأشياء اللي تتعلق بالصحة الجسدية والنفسية. الاستمتاع بالعمل هذه واحدة من العناصر اللي تستمر من خلالها الصلابة النفسية، إنه لما أنا أعمل عمل وأنا أستمتع فيه وأنا أعمل هذا العمل برغبة وبإرادة وبشفق وبحب، وأنا أستمتع في عملي في بيتي في كل شيء، هذا الشعور الاستمتاع بالعمل يجعل دائما الشخص يستمر، أو تكون واحدة من عناصر الاستمرار الصلابة النفسية. وضع أهداف بعيدة المدى وقريبة المدى، ودي واحدة من أهم الأشياء. إذا أنا لم يكن عندي أهداف واضحة في حياتي، ماذا أريد أن أخطط، هذه واحدة من الأشياء اللي تجعلني أنا أكون صلب، أكون صامد، أنه عندي مبادئ، عندي أهداف، عندي قيم، أو أدع خطط والتزم بهذه الخطط واستطيع كيف أنا أضبط ذاتي. وأن الضبط الذات واحدة من عناصر كذلك الصلابة النفسية، وهذا تعتبر حتى تستمر الصلابة النفسية يكون عنده خطط. ما أفاجأ، يعني أنا أدع لنفسي أهداف معينة أحققها، والنجاح وتحقيق الأهداف والنظرة الإيجابية تكون واحدة من العوامل الأساسية في استمرار الصلابة النفسية. السيطرة على الأفكار السلبية والمحبطة، يعني ودي أحيانا قد تكون من الفرد نفسه، وأحيانا تكون من بيئة خارجية. فدائما تجد أنه الشخص اللي تجيه أفكار سلبية، دائما مثلا
أنت يعني مثلا تجينا أفكار أنت فاشلة، أكيد لو الموضوع ده ما حيمشي بالطريقة اللي صحيحة، لأنه أبدأ دائما أذكر المواقف السلبية، أذكر التجارب المؤلمة، فبالتالي هذه الرسائل السلبية دائما تجعل الشخص يكون هو ضعيف، يعني سبحان الله. وعلى عكس الرسائل الإيجابية والنظرة الإيجابية والتفاؤل، لأنه أساس الصلابة النفسية هو الأشخاص اللي يتمتعوا بالإيجابية بالتفاؤل. إذا كنت أنا أعاني من هذه الرسائل السلبية، الرسائل المحبطة، فبالتالي يعني أنا حأكون في داخلي ضعيفة جدا، لأنه حأشعر بالدونية، حأشعر بعدم ثقة، حأكون عندي عدم الرضا عن الذات. وبالتالي يعني هذه كل الشعور السيئة، الشعور السلبية، تجعل الشخص ما تستمر الصلابة النفسية، فتكون دائما هي منقصات الصلابة النفسية. كذلك هي هذه كل الأشياء اللي تتعلق بعوامل داخلية داخل الفرد نفسه، يجاهد نفسه، يجاهد هذه يعني الأشياء اللي من داخلي اللي تجعلنا أنا أكون ضعيف. الآن نأتي لعوامل أخرى اللي تجعل تستمر الصلابة النفسية، وهي عوامل خارجية. عوامل خارجية بمعنى أنه داخل الأسرة نفسها، الأبناء، العلاقة بين الأزواج، الحياة الزوجية نفسها، العلاقة الأسرية. ما ذكرنا في مواقف كثيرة جدا أن إذا كنت يعني يحيط بهذه البيئة الاجتماعية، بيئة أسرة يعني فيها الحب، فيها الاحترام، فيها التقدير، هذا لا يعني إنه الأسرة تخلو من مشاكل. يعني عدم وجود المشاكل ما يعني إنه الأسرة يعني كأنه حتى ما يكون في تناقض هناك، لا، الأسرة تمر بظروف، وفي يعني الحياة دائما حتى بين الأزواج تحصل مشاكل، لكن هذه المشاكل بمقدورنا نحن نحتويها ونستطيع أن نتعامل معها باعتبارها هي يعني سنن الكون. نكمل حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله. سويا ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل. أهلا وسهلا ومرحبا. تحدثنا قبل الفاصل أعزائي المشاهدين في العوامل الخارجية اللي هي العوامل الداخلية داخل الأسرة نفسها. الأسرة المستقرة واحدة من الدعائم الأساسية للصلابة النفسية. هذا لا يعني إنه زي ما ذكرت يعني حتكون هنالك يعني بعد الأخطاء، إحنا بشر، يعني الحياة دائما يعني بتمر بكثير من يعني الخلافات، لكن نستطيع أن نحتوي هذه الخلافات ونتعامل معها ونتحكم فيها، وأن تستمر هذه الصلابة النفسية من خلال هذا الدعم الأسري. الأسر المترابطة، الأسر المستقرة تكون هي واحدة من عناصر استمرار الصلابة النفسية. الدعم الاجتماعي هو التواصل، الدعم الاجتماعي مع البيئة المحيطة، البيئة الحاضنة، الجيران، الأصدقاء. لما أنا أكون عايشة في بيئة اجتماعية، بيئة داعمة، أجد من يعاونني، التعاون، هذه المشاركة في الأفراح وفي الأتراح هتكون واحدة من الدعائم للصلابة النفسية. وهذا موقف يمكن حنذكر بعد واحدة من الأخوات يعني وهي تعيش في بلاد المهجر، يعني سبحان الله، يعني وهي تعيش يعني خارج بلدها، يعني حصل لها ظرف مادي وزوجها دخل السجن، ويعني عانت من مشاكل كثيرة. فسبحان الله هذه الأزمة وهذه الضغوط يعني كان للبيئة المحيطة دور كبير في احتوائها للمشكلة. كانت بيئة داعمة، وجدت من يحتويها، من يدعمها، من بعد الأفكار، بعد المشاريع. فتكون هذه واحدة من العناصر اللي تستمر الصلابة النفسية. مثلا لو أنا تعرضت لأي يعني مثلا ضغط مادي، إذا أنا مثلا الشخص فقد وظيفته أو عمله، إذا هو يعيش في بيئة داعمة، بيئة اجتماعية مستقرة، وهذا ما نحتاجه حقيقة في مجتمعاتنا، تجد هذه البيئة الداعمة تكون سبب في استمرار الصلابة النفسية، بمعنى أنه تكون هي داعمة ببعض الأفكار. يعني مثلا إذا الأخت عندها مهارة، إذا اللي ذكرت الموقف بتاع هذه الأخت
اللي تعرضوا لأزمة مادية هي كانت تعرف مثلا عندها أعمال يدوية، فكانت وجدت من الجيران من الأصحاب والأصدقاء البيئة المحيطة، عملت مشروع وسبحان الله وعملت معرض وسوقت مشروعها، وكانت هي واحدة من أسباب إنه أصبحت الأخت منتجة وأصبحت هي قوية وتجاوز هذه الأزمة. فهذه واحدة من عناصر استمرار الصلابة النفسية من خلال الدعم الاجتماعي، من خلال الدعم من البيئة المحيطة. من عناصر استمرار الصلابة النفسية هي تقوية المناعة الإيمانية والنفسية، وهذا ما ذكرناه في الأمثلة اللي ذكرناها، إنه أحفظ الله يحفظك، يعني إنه كل شيء بيد الله، يعني وهذا ما يتعلق بالقلب السليم. يعني ما تقول أنا والله لأنه ما كان جيت المكان ده، أنا لو كنت فعلت كذا وكذا ما كان حيحصل كذا، قول قدر الله ما شاء فعل. هذه القوة والتسليم إلى الله سبحانه وتعالى، القلب السليم إنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه واحدة من الأشياء اللي باستمرار نحن نذكر بها أنفسنا. حتى أنا أستمر في قوتي وفي صلابتي النفسية لازم دائما أدع إنه كل شيء بيد الله، ما لنا أصلا نحن لا حول لنا ولا قوة، نحن نعمل بالأسباب، نسعى ونتوكل على الله، لكن كل شيء مكتوب ومقدر. فيعني ممكن بعد أنا أعرف بعد الأخوات يعني تجد إنه هي يعني يمكن رب سبحانه وتعالى ما رزقها بالذرية، ما أنجبت، يعني فتجد إنه في هذه يعني حتى تستمر هذه الصلابة إنه كل شيء مكتوب، يعني الإنسان رزقه، ويعني سبحان الله ما في ما لنا خيار في أمور اللي تحصل لنا. يعني أحيانا بعض الأشخاص يعني تحصل لهم حوادث، مثلا الواحد يفقد عضو من أعضائه نتيجة لحادث سيارة أو نتيجة لأي حادث أو خطأ طبي قد تغير مجرى حياته. لكن كل شيء إذا أنا كنت دائما واضع إنه يعني كل شيء بيد الله، يعني ما في إنسان عنده القدرة حتى هو يعني ينفعني ولا يضرني بشيء. هذه واحدة من عناصر استمرار الصلابة النفسية، هدوء النفس وثباتها، وهذا ما نحتاج إليه خاصة يمكن إحنا كأمهات يعني في بيوتنا مع تربيتنا لأبنائنا، يعني الانفعال والغضب والتوتر، ويعني يمكن في مواقف الواحد يفقد السيطرة. أنا أدرب نفسي على أنه حتى تستمر هذه الصلابة تحتاج لهدوء، تحتاج اللي يكون الشخص يعني شخص يعني يتمتع بالراحة وبالهدوء، حتى يكون عنده الثبات النفسي، الثبات الذهني، ويستطيع أن يتخذ يعني تستمر هذه الصلابة. التدريب على مواجهة الشدائد من خلال مهارات حل المشكلات، وهذه ما نحن ذكرناها، هي تبدأ بالتعلم. يعني الإنسان دائما يدرب نفسه، يتعلم، يستشير الآخرين، يكتسب مهارات جديدة، اللي هو دائما يفكر في الحلول اللي يستطيع من خلالها يغير يعني الضغوط الحياتية. يعني الواحد ما يستسلم، لأنه لمجرد ما حصلت المشكلة ما يعني إنه خلاص يعني الحياة حتتوقف على ده، لا، الواحد يسعى دائما، وهي الاستشارة والاستخارة والاستعانة بالآخرين. آخر شيء هو في موضوع استمرار الصلابة النفسية عندنا فيه جزئية اللي هي تعزيز الشعور بالآخرين، تجربة الأشياء الجديدة في حياتي. أنا حتى أخرج من منطقة الراحة كما يقال، يعني إنه أنا حتى أكون صلبة لابد أن أثقل هذه تجاربي بأنه ما يعني أكتشف يعني تجارب جديدة، إنه أبدأ أنا أنطلق وإنه أنفتح على الآخرين. كثرة الحذر اللي يعني أحيانا تلقى إنه الواحد يخاف إنه يطرق باب، يخاف إنه يكمل دراسته، يخاف إنه يبحث عن عمل جديد، لأنه هذا الخوف يعني واحدة من أسباب إنه الشخص يعاني من هشاشة نفسية. فحتى تستمر الصلابة النفسية يحتاج مننا أن احنا نخوض تجارب جديدة، نخرج من منطقة الراحة، ننفتح على الآخرين، نستعين بالآخرين، وهذه التجارب تثقل مهاراتنا الحياتية وتمكننا من نواجه مشاكلنا بشكل أفضل، وبشكل
يكون أكثر عقلانية بشكل أكثر وعي، وهذا ما نحن نسعى إليه من خلال تطرقنا لهذا الموضوع، كيف نكتسب هذه السلامة النفسية وكيف نحققها. ويعني يمكن احنا بدأنا من بداية الحلقات وختمناها بكيفية استمرار السلامة النفسية. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا،